السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده الفيديو العشرين من كورس How to be an auto developer بالعربي. الفيديو ده احنا عايزين نتعرف على الاكسس رايت، وايه هي محتويات ملف الاكسس رايت، وايه الاستفادة من الاكسس رايت اصلا. الاكسس رايت في البداية هو اللي بيبدأ يحدد مين يقدر يشوف البيانات ومين ما يقدرش يشوفها. طب اللي بيشوف البيانات ده ايه الحاجات، ايه الصلاحيات المتاحة ليه؟ وليكن مثلا احنا هنا كنا سيبنا الجروب فاضي، انما يعني في الفيديو الجاي لما نتعرف ازاي نعمل جروب هنبدأ نعرف ايه هو الفايدة من الجروب. وليكن مثلا انا عندي جروب لأولياء الامور، وعندي جروب للمدرسين، وعندي جروب للمدير. فالاكسس بتاع اولياء الامور مختلف عن الاكسس بتاع المدرسين، مختلف عن الاكسس بتاع المدير. وليكن مثلا اولياء الامور مش من حقهم، او الحق المتاح ليهم بس ان هم يقدروا يشوفوا الطلبه، او يشوف الطالب ومش اي طالب. بعد كده لما نتعرف على الريكورد رول هنعرف ان هو ما يتعرفش على اي طالب، لا الطالب اللي خاص بيه بس، او ابنه بس، او ابنائه بس اللي موجودين في المدرسه. انما المدرس لا، المدرس من حقه يشوف الطالب، من حقه يعدل على الطالب، من حقه يكاري الطالب، بس مش من حقه يمسح طالب. يعني الاكسس بتاعه مش من حقه يمسح طالب. بالنسبه نعمل جروب تاني مثلا احنا قلنا هنعمل جروب تالت للمدير. المدير لا، له الفول اكسس، يقدر يعدل ويقدر يشوف ويقدر يضيف ويقدر يعمل كل حاجه، المدير بتاع المدرسه. طب محتويات ملف الاكسس رايت عباره عن ايه؟ اول حاجه الاي دي. الاي دي ده بيعبر عن ايه؟ والله ده الاسم اللي بيبدا يظهر داخل اودو، اللي اودو بتبدا تتعرف عليه. لازم يكون اسم معبر، يعني بنبقى يعني هنبدا نعمل اكسس رايت للستودنت، وليكن مثلا بنبدا نسميه اكسس، وبنبدا ندي اسم الموديول اللي هو بيشتغل عليه، وبنبدا ندي اسم الموديول. تاني حاجه النيم ده الاسم اللي هيظهر داخل اليو اي بتاع اودو. لو دخلنا هنا على السيتنج، بدأنا نفتح التكنيكال، بدأنا ندخل على الاكسس رايت، وبدأنا هنبدأ نشوف ان احنا عندنا النيم، وعندنا الموديل، وعندنا الجروب، وعندنا الريد اكسس، وعندنا الرايت اكسس، وعندنا الكريت اكسس والديت اكسس. بدأنا نبحث على الاكسس رايت بتاع وليكن مثلا السكول احنا عاملينهم. بدأنا نشوف هيبدأ يظهر لنا النيم هنا، فكان في الاكسس رايت، الاكسس سكول كورس، وفي الاكسس سكول انرولمنت، وفي الاكسس سكول ستودنت. دول الاسم التاني اللي هنا. احنا يعني افترضنا ان الاسمين عملناهم زي بعض، بس يفضل يعني الاسم التاني يكون اسمه معبر، يعني شبيه بالاسماء اللي معموله داخل اودو نفسها، يعني اللي هو احنا المفروض بدأنا، يعني المفروض هو كان شبيه بيهم، يعني هو يعني يفضل تكون الاسماء شبيهه بدي، بحيث اسم يكون معبر عن الاكسس بتاعه. تالت حاجه عندنا الموديل. هل الاكسس رايت بتاع ده هيتطبق على انهي موديل؟ والله هيتطبق مثلا على الموديل بتاع الكورس، ولا الانرولمنت، ولا الستودنت. فاللي بيخليني احدد حاجه زي كده اللي هو الموديل، اي دي. بعد كده الجروب اي دي، وده ان شاء الله في الفيديو الجاي لما نعمل الجروب هنعرف ايه اهميته. يعني ان هو هنا ابدا اشوف ان الاكسس رايت ده هيتطبق على انهي جروب. هل هو هيتطبق وليكن مثلا على الجروب بتاع المدير، ولا الجروب بتاع اولياء الامور، ولا الجروب بتاع المدرسين. بعد كده في حاجه اسمها بيرميشن ريد او بريم ريد. بريم ريد دي هي بتاخد قيمتين، لا زيرو لا واحد. يعني ايه؟ يعني احنا هنا لو دخلنا على الستودنت ادينا له زيرو، هنبدا نديهم كلهم صفار كده، نبدا نشوف ايه الوضع. بدانا نسيف، وبدانا نعمل ابجريد، بدانا نطلبه ونعمل ابجريد. هنبدا نشوف ايه الوضع دلوقتي. احنا المفروض ادينا هنا البرميشن يعني البرميشن رايت، وبرميشن كريت، وبرميشن ان لينك، وبرميشن ريد، اديناهم بصفار. نبدا نشوف ايه الوضع. نبدا نرفرش. بدات ادخل على السكول. الستودنت ما ظهرش اصلا عندي هنا، ان هو انت مالكش بريميشن ولا ريد ولا رايت ولا كرييت ولا ابديت. طب هنبدا ندي بس بريميشن للريد. نبدا نسيب، نبدا نكلوز، ونبدا نعمل ابجريد ونشوف الوضع هيكون عامل ازاي. نبدا نرفرش. هنا بدا يظهر لي الستودنت. لو دخلت على الستودنت، انا مش من حقي بس غير اللي انا اقرا. لو جاي عايز اعدل، عايز اعمل اي حاجه، مش من حقي. انا من حقي للقراءه فقط. طب هندي بريميشن للرايت. نبدا نسيف، نبدا نكلوز، نبدا نعمل ابجريد، نشوف الوضع هيكون عامل ازاي. هنا لا، انا اقدر اعدل بس ما اقدرش اضيف. الزرار بتاع النيو مش موجود، ما اقدرش اضيف بس اقدر اعدل عادي. بعد كده هندي بريميشن مثلا للكرييت.
نبدأ نكلوز ونبدأ نعمل ابجريد، نبدأ نرفرش. هنا خلاص لا اداني امكانيه ان انا اقدر اضيف ستودنت جديد، بس في نفس الوقت برضو لو رجعنا انا ما عنديش امكانيه ان انا اقدر امسح طالب. يعني لو جينا هنا نحدد ونعمل اكشن ما ظهرليش. انا اقدر اعمل دوبليكيت واركايفنج وانا اركايفنج سبورت، بس زرار الديليت مش موجود. فعشان كده اخر حاجه عندنا او اخر بريميشن عندنا اللي هو البريميشن اندنج. نبدا نكلوز، نبدا نعمل ابجريد، نبدا نرفرش، نبدا نسلكت. فهنا ظهر لي الزرار بتاع الديليت واقدر امسح الطالب دلوقتي. فالهدف من الثلاثه دول اللي احنا هنعرف اهميتهم لما بنبدا نتعامل مع الجروب، ان هو وليكن مثلا جروب المدير، لا جروب المدير واخد الفول اكسس. انما لا جروب مثلا البيرنت لا هو ملوش اكسس بس غير على الريد، اللي هو ما يقدرش بس غير يريد، وبناء عليه ما يقدرش يريد اصلا غير الستودنت اللي هو تابع ليه بس، اللي هو مثلا ممكن نربطه للستودنت اللي هو متكريت بناء على رقم تليفونه. ما يقدرش يشوف كل الستودنت، لا الستودنت اللي هو تابع ليه بس. طب الانستراكتور لا، الانستراكتور له الاكسس ان هو يريد ويرايت ويكريت، بس مش من حقه يمسح، مش من حقه يمسح طبعا. بس هو ده اللي كنت عايز اتكلم فيه في الاكسس رايت. ممكن نتعرف بس اللي احنا ممكن نضيف اكسس رايت من خلال اليو اي لو دخلنا على السيتنج، ونفس الكلام لو دخلنا على الاكسس رايت. احنا ممكن نبدا نعمل نيو، نبدا ندي اسم للاكسس رايت يعني، وهو هيتعمل على انهي موديل، وهنبدا نقول هو تابع لانهي جروب، ونبدا نديله الاكسس عندنا. يعني احنا كنا ممكن من خلال اليو اي نبدا نشيل مثلا اكسس، ريد اكسس مثلا على الستودنت، او ممكن مثلا الانرولمنت نشيل منه من مثلا الريد او الديليت اكسس. نبدا نروح على السكول عندنا، بدأنا ندخل على الانرولمنت. احنا مش من حقنا نمسح دلوقتي، احنا من حقنا نعمل كل حاجه ما عدا المسح بس. وبس هو ده اللي كنت حابب اتكلم فيه يعني.